الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سبحانه أمره بين الكاف والنون، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. وأشهد أن أستاذنا ومعلمنا وأسوتنا وقدوتنا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله، خير خلق الله على الإطلاق، من ببعثته سمت وعلت وانتشرت الأخلاق، الرحمة المهداة والنعمة المسداة، سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله. عذرا رسول الله إن قصرت في وصفي فإن جمالكم لن يوصفا. طلعت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسفا. والله لو جد العباقر كلهم في وصف أوصاف له لن تعرفا. والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى. والله لو قبر الرسول تفجرت أنواره للبدر ولى واختفى. يكفيه لقيا في السماوات العلى وبحضرة الله الكريم تشرفا. يكفيه أن البدر يخسف نوره لكن نور محمد لن يخسفا. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك الكرام البررة صلاة دائمة إلى يوم الدين. ثم أما بعد أيها الأحبة، فإن مولاكم وخالقكم ورازقكم يقول في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وأحكمهم وأعدلهم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. ما أجمل الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في شهر مولده في ربيع الأول المنور المزهر بميلاد خير مولود من شرف الله به الوجود صلى الله عليه وسلم، صاحب الحوض المورود صلى الله عليه وسلم. ما أجمل الحديث عن الحبيب وعن فضائل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبها تطيب القلوب وبها نقترب من حضرة علام الغيوب. إن الأمر الإلهي الذي جاء تكريما وثناء ومحبة من الحبيب لحبيبه صلى الله عليه وسلم
في قول الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، إنما هو وسام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثناء من الله في الملكوت الأعلى، ومن الملائكة أيضا، ومن أهل الأرض أجمعين، حين أمرهم رب العالمين: صلوا عليه وسلموا تسليما. لما نصلي على رسول الله؟ لأننا أمرنا بهذا تنفيذا لأوامر الله، تنفيذا وانقيادا لآيات الله سبحانه وتعالى، وخيرا يعود علينا. أمرنا بالصلاة عليه لمكانته في الملأ الأعلى، أمرنا بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لما قدمه من أمته وما لاقاه من مشقة ومن تعب ومن عنة من أهل الشرك. أمرنا بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم حتى ننال شفاعته العظمى يوم القيامة. تعالوا أيها الأحبة إلى السنة النبوية المطهرة المعطرة بسيرة صاحبها صلى الله عليه وسلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي 10 حين يصبح، وصلى علي 10 حين يمسي، أدركته شفاعتي يوم القيامة. ألا ما أجمل هذه البشارات، وما أجمل هذه الهدايا النبوية، وتلك العطايا المحمدية. يا خير مبعوث وأكرم مرسل، وشفيع قوم أذنبوا وأساءوا، أنوارك العظمى إذا ما أشرقت يوم القيامة فالورى سعداء. هذا هو حبيبكم صلى الله عليه وسلم يدعوكم لشفاعته حين تصلوا عليه، فلم تتكاسلون ولم لا تلهج ألسنتكم بالصلاة عليه؟ البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي عليه، رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليه. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المجتبى والخليل المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأننا بالصلاة عليه يعود الأمر بالنفع وبالبركة علينا، تغفر ذنوبنا وتكفر هذه الذنوب وتفرج الهموم والكروب. تعالوا إلى واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلي لنا تلك الهدايا المحمدية وهو يجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخاطب الحبيب المعصوم: يا رسول الله، إني أكثر من الصلاة عليك يا رسول الله، فكم أصلي عليك؟ قال: ما شئت. قال: الربع. قال: ما شئت فإن زدت كان خيرا لك. قال: يا رسول الله، النصف. قال: ما شئت فإن زدت كان خيرا لك. قال: يا رسول الله، الثلثين. قال: ما شئت وإن زدت كان خيرا لك. قال: يا رسول الله، أأجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذن تكفى همك ويغفر الله لك ذنبك. انظروا، كفاية للهموم وتفريج للكروب ومغفرة للذنوب، كل هذا ببركة الصلاة على حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم. وحين ننظر متأملين إلى حديث رسول الله: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، فنجد أن الإنسان المسلم يعاني في الدنيا من الهموم ويعاني في الآخرة من الذنوب، فكأنه بالصلاة على رسول الله يكفيه الله معاناة الدنيا والآخرة. ألا
فادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. الله زاد محمدا تكريما، وحباه فضلا من لدنه عظيما، واختاره في المرسلين كريما، ذا رأفة بالمؤمنين رحيما. صلوا عليه وسلموا تسليما. السعادة كل السعادة في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة في هذا اليوم، يوم الجمعة. أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة. هذا كلام حبيبكم صلى الله عليه وسلم. لما يا رسول الله؟ لأن صلاتكم يوم الجمعة معروضة علي. نكثر من الصلاة على حبيبنا صلى الله عليه وسلم حتى ننال بركة تلك الصلاة. حين نصلي على رسول الله نجد راحة نفسية وسعادة قلبية وهناء روحيا. أتدرون لما كل هذه المشاعر والأحاسيس؟ لأننا حين نصلي على رسول الله مرة واحدة يصلي الله بها علينا 10. فكم هذا هو الفضل العظيم من الله، وكم هي الهدايا والعطايا الربانية بفضل الصلاة على رسول الله. أنت تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فالله يصلي عليك في الملأ الأعلى 10 بصلاتك مرة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ما شئت في الدارين تسعد فأكثر من الصلاة على محمد، وإن كانت ذنوبك ليس تحصى تكفر بالصلاة على محمد، فما تتضاعف الحسنات إلا بتكرار الصلاة على محمد. وعند الموت ترى أمورا تسرك بالصلاة على محمد، وعند القبر تحظى بالأمان وترحم بالصلاة على محمد. ولا تخشى من الملكين رعبا، إذا سألاك قل لهما محمد. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. نصلي على رسولنا صلى الله عليه وسلم حين ندعو الله. رجل سمعه الحبيب يدعو فقال لقد عجل هذا، لما يا رسول الله؟ فأشار إليه إذا أنت دعوت فأثني على الله، ثم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ادعو بما شئت. إذن قبل الدعاء نصلي على رسول الله، بعد الدعاء نختم دعاءنا بصلاتنا على حبيبنا صلى الله عليه وسلم، كما أخبرنا فاروق الأمة عمر بن المؤمنين، عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قائلا إن الصلاة لا ترفع إلا بالصلاة على سيدنا، الدعاء لا يرفع إلا بالصلاة على سيدنا محمد، فأكثروا من الصلاة وأنتم تدعون الله رب العالمين. أكثروا من الصلاة على حبيبكم وعلى المصطفى صلى الله عليه وسلم.
نصلي على رسول الله في التشهد، نصلي على رسول الله في الدعاء، نصلي على رسول الله يوم الجمعة، نصلي على رسول الله ونحن ندخل مساجدنا ونخرج منها، نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت وفي كل حين على مدار يومنا، حتى نبتعد كثيرا عن الهموم والكروب، وحتى نحظى بمحبة علام الغيوب. لأن المسلم إن كان له حبيب يحبه وقد تعلق به أكثر من ذكره ومن أوصافه، ونحن نكثر من ذكرنا لرسول الله بالصلاة عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واختم بالصالحات الباقيات آجالنا، وارفع مقتك وغضبك عنا يا الله. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اهزم الكفرة وأذل المشركين يا ربنا. من كادنا فكده، من بغى علينا فأهلك، من أرادنا بسوء فخذوا أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر أمنا وأمانا وسخاء واستقرارا. اللهم اجعل مصر في ضمانك وأمانك يا الله. يا ربنا من أراد بمصر أو بأحد من أهلها سوءا فرد كيده إلى نحره، واجعل يا ربنا تدميره في تدبيره. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استقيموا واستووا يرحمكم الله. ساووا الصف فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألم نشرح لك صدرك ورفعنا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.